اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهمت كل حاجة ولا لسه؟ عرفت انت مين وابن مين وعملت كل ده ليه؟ نجيب الصغير بصدمة وذهول وبكاء في نفس الوقت رمى نفسه في حضن نجيب الكبير فترة طويلة. ليه يحصل معاهم كل ده؟ ليه أتحرم منهم؟ فضل فترة طويلة يعيط ونجيب يطبطب على كتفه ودموعه كانت بتنزل على حال نجيب الصغير. بعد نجيب الصغير عنه. طيب ليه ما قلتليش الكلام ده من وانا صغير؟ ليه سبتني محتار؟ وكلمة بتوديني وكلمة بتجيبني. لازم انتقم ليهم من اللي عمل كده فيهم وفيا. لازم اخد حقي وحق اهلي وستي اللي اتشلت من حرمانها مني ومن ابويا وامي عشان نفس غبائك ده. بعد اللي حكيتهولك واللي حصل يتعرف انت مين. ألقيك اختفيت ومعرفش عنك حاجة وكن ضيعت الأمانة اللي اتأمنت عليها. ولما اقف قدام صاحبي اقول له ضيعت الأمانة. آسف، مش قصدي ازعلك، بس انا عشت سنين عذاب. ان شاء الله قريب قوي ربنا هيكلل تعبك ده بالراحة ولمة اهلك حواليك. بس خد بالك لازم تكون على طبيعتك ومحدش يعرف اي كلمة من اللي اتقالت هنا. وعلى حبيبة القلب ما تخافش، انا بنفسي اللي هخطبها لك من اهلها. لا مش معقول، حضرتك عرفت حكايتي مع نورسين كمان؟ امال فاكرني نايم على وداني؟ انا النفس اللي بيدخل وبيطلع منيك انا عارفه. بلاش البكا ده، اللي عرفته صعب صحيح، بس لازم تقف على رجليك لحد ما نرجع حق اللي راح. يلا هسيبك دلوك، عندي مشوار مهم هخلص وارجع البلد. المفروض ما كنتش مشيت والعزة 3 أيام. شد حيلك على ست نجية الله يرحمها. وآسف اني قصرت في المجي غصب عني، انا كنت مشتت. خرج نجيب من عند نجيب الصغير راح مكان تاني مع ربيع، وبعد شوية خلص الزيارة ورجع البلد خايف على مسك. اما سالم ففضل طول الليل يفكر في طريقة علشان يوصل بيها داخل بيت نجيب علشان يخلي مسك تتعلق بيه. جه في باله كلام اخوه عن أمنية اخت امل حبيبته، هي انسب واحدة علشان توصله للي هو عاوزه. أمنية بتكره مسك وبتدخل السرايا من غير علم حد. ابتسم بمكر وقال والله وهتحلو نام بقى والصبح اتمشى، يمكن عينيك تقع على مسك واقفة في اي شباك. وفعلا صحي من النوم بدري وفضل يتمشى في البلد لحد بيت نجيب. وهو ماشي شاف امل اللي كانت مع اخوه ومعها بنت اول مرة يشوفها. اعجب بجمالها، بصلها ولبسها لقاها حلوة وشيك، لبسها مرتب. مشي وراهم بينه وبينهم مسافة. فضل ماشي لحد ما ركبوا عربية أجرة وطلع بعربيته وراهم لحد ما وقف قدام باب الجامعة. وبعد شوية نزلت أمنية وأمل كملت. فضل باصص على أمنية لحد ما دخلت الجامعة. نزل من عربيته وراح قريب من باب الجامعة وكان بيفكر هيوصل لأمنية ازاي علشان يكلمها. طلع من جيبه بطاقته الشخصية وبلغ الأمن بدخوله إلى إدارة الجامعة لإخراج بعض أوراق تخرجه. وأول ما دخل الحرم الجامعي فضل يبص يمين وشمال يدور بعينيه على أمنية. لقاها واقفة قريب منه، قرب منها بشويش علشان ما تاخدش بالها. وقف مكانه لما شاف شاب راح يكلمها. أول حاجة جت في بال سالم وفضل يكلم نفسه يا بوي دي طلعت بنت شمال ومش محترمة. حلو جوك ده، هي سهلة الواحد يبلفها بكلمتين، وواحدة بطبعها وكرهها المسك هتوافق تساعدني. عدل وقفته وعينيه عليها بس اتصدم من كلامها وشخصيتها القوية وهي بتكلم الشاب. لو سمحت يا أخ، أنا سبق وقلتلك أنا جاية الجامعة أتعلم ومش جاية صاحب والكلام الفارغ ده. وأنا ما قلتش إننا نكون أصحاب، أنا بقولك أنا معجب بيكي وحابب نتعرف على بعض وتكون بينا صداقة وممكن تتطور يبقى حب. حضرتك أنا ماليش في كل اللي قلت عليه. يوم مرتبط هرتبط بشكل رسمي، يوم مخرج مع شاب يكون ارتباطنا لعلاقة رسمية. غيرك ده أنا ماليش فيه. انت مغرورة على ايه وشايفة نفسك علينا قوي؟ ما كنتش بنت جنايني يعني. أولا عمر الشغل ما كان عيب، ووالدي صحيح جنايني وليا الشرف إن أكون بنته. هو جنايني بس رباني وعلمني
ما حرمنيش من أي حاجة، علمني اللي يهني ويجلي مني باللي في رجلي واديله، زي ما هعمل معاك بالظبط لو ما بعدتش عني. سالم كان بيقول لنفسه: ايه البت دي قطر، دي فرمت الواد بلسانها المبرد، لازم تشوف دخلة بسرعة عليها يا سالم قبل ما مسكوا وفلوسها يروحوا منيك. نجيب خلص مشواره واتصل على السواق بتاعه ورجعوا البلد، بس وهو في الطريق افتكر حاجة مهمة. بقول لك يا سيد، ما تروحناش على البلد على طول، ودينا السوق الكبير، في شوية حاجات عاوز اشتريها قبل ما نرجع، نسيت اجيبها من مصر معايا. حاضر يا بيه، بس النهاردة زحمة السوق. معلش، لازم اجيبه ونرجع على طول، تلاقي العيلة ملت المنظرة والعزا شغال. وصل نجيب ودخل محل المحجبات واشترى مجموعة من الإسدالات ومن النقاب، وطلع على محل الصاغة بتاعه وكلم المسؤول فيه: جهزت السلسلة اللي قلتلك عليها؟ جاهزة من الصبح يا بيه. اتفضل اهي. نجيب اخدها منه وحطها في جيبه وركب عربيته ورجع على دار المناسبات بتاعته. في الدار قاعدين الرجالة اللي شافوا مسك، منهم كم واحد بيتكلموا وبيتخانقوا مع بعض. مسعود البغدادي راجل حكيم وطيب، أحد أبناء عم نجيب. مسعود كان بيقول: يا جماعة، كل شيء بالخناق إلا الجواز بالاتفاق. كلنا شفنا البنت وعجبنا بيها، بس في شيء نسينه، إنها صغيرة، وكمان نجيب عمره ما هيوافق يجوزها بعيد عنه، ده عمره ما خرجها من بيته، ولولا الصدفة ما كناش شفناها. يبقى بالهداوة دي هتتخانقوا على إيه؟ أما حسن البغدادي قال: كلامك كويس يا حاج، بس احنا عاوزين نكلمه في الموضوع ده ونقطع معاه كلام ونجروا فتحة. أما سليمان بغل هو البعيد حمار، مش بيميز، ماشي سايق فيها. انت حيالله ابن عمه، من الآخر ما فيش واحد أحج بالنسب ده غير ولاد عمه شجاجاته. مفهوم ولا نقول كمان يعني أنا وجابر والحج مسعود اللي نتكلم في الموال ده؟ رد مسعود وقال: خرجونا أنا من الموال ده، ولادي متجوزين والحمد لله، ومكتفي باللي عندي، والأعمار بيد الله، يا وارث من يورثك. أما جابر اتكلم وقال: مش مكسوفين من نفسكم، لا ده وقته ولا مكانه، احنا في عزا، بعد العزا ما يخلص يبقى نشوف مين يتقدم ومين له. دخل نجيب: السلام عليكم يا رجالة. وقف الجميع وردوا عليه السلام. أما جابر فكان قاعد وكان بيبص اللبس نجيب علشان لابس بدلة ومش الجلباب اللي متعود عليه. الله، انت رايح مشوار ولا ايه يا نجيب؟ نجيب قعد مكانه ككبير لعيلته. لا، راجع من مشوار مهم. وبعد أكتر من ساعتين انتهى العزا وبدأ المعزيين يقلوا. نجيب قال: يلا يا جماعة، شكر الله سعيكم، كل واحد يرجع بيته. وقف واحد من رجالة العيلة يتكلم بعد ما جابر شاور له، والواحد ده كان رجب. نجيب بيه، في موضوع مهم عاوزين حضرتك فيه. خير إن شاء الله. ايه الموضوع ده؟ بصراحة كده ومن غير لف ودوران، انت يهمك العيلة تكون يد واحدة ولا نتفرجوا؟ اكيد يد واحدة. تحب اهلك وناسك، يبقى بيناتهم مشاكل ويكرهوا بعض على حاجة، وفي يدك تنهي كل ده. رجب، بطل خصلتك السودة دي واخلص، قول من الاخر في ايه ولازمته ايه الكلام اللي ملهوش معنى ده. من الاخر، كل اللي موجودين هنا عاوزين يناسبوك في بنتك ومن غير تزويج. انا والحاج مسعود رأينا واحد، الأقربون أولى بالمعروف. كده كده ولد عمها أولى بيها، يبقى سليمان وولاده وجابر هما اللي مفروض حد منيهم اللي يتقدم وياخدها. نجيب بغضب وصوت عالي: مين انت علشان تجرر مين يتقدم لبنتي؟ الكل لازم يفهم، بنتي لسه صغيرة ولسه هتكمل علامها، وانا لا يمكن اوافق ان اجوزها ابدا وهي صغيرة. جابر ابتسم بمكر وشاور لرجب علشان يكمل كلامه: يبقى كده متفقين، بنتك لواحد من ولاد عمامك تخلص امتحاناتها وتدخل جامعتها وبعدين تتخطب لحد فيهم، ومش اول ولا اخر بنت تتخطب وتتجوز وهي بالعلام. انت نفسك راجل واتجوزت وانت بتتعلم. نجيب بصله بغيظ وسابه ومشي. وهو في الطريق حس بدوخة ونغزة في قلبه، وأول ما وصل البيت كانت إيده على قلبه، قابلته روحية هي وعتمان زوجها. نجيب وصوته ضعيف: سيد، نزل الحاجة بسرعة وارجع جيب لي دكتور سمير بسرعة من المركز. روحية أخدت الحاجة وطلعت بيها
وعتمان سند نجيب ودخلوا البيت. فرحت مسك برجوع والدها. بابا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا قلبي بابا. مالك يا بابا شكلك تعبان قوي كده ليه؟ هو حضرتك؟ ما كملتش كلامها ولقيت ابوها واقع على الارض. صرخت مسك بابا. روحية ضمتها وقالت لها ما تخافيش البيت تعبان شوية بس. عتمان شاله ودخله اوضته. اتصل على سيد يستعجله ويجيب الدكتور، وبعد شوية حضر فعلا الدكتور. نجيب فاق بعد ما الدكتور كشف عليه واداله علاج. الحمد لله فاق. يا ريت يا ام امل تحضري الاكل للبيه علشان ياكل، شكله ما اكلش خالص. من عينيا. مسك من ايديها وخرجتها بره الاوضه. اما دكتور سمير قال ليه يا حاج تهمل في علاجك كده وكمان ما اكلتش من فتره؟ انت ناسي انت تعبان مريض قلب لازم تتعالج. ودلوقتي انا شاكك في السكر وضغطك اللي عالي ده كان ممكن يسبب لك شيء لا قدر الله احنا في غنى عنه. نجيب بحزن ممكن ما تتكلمش قدام مسك ونقول لها هبوط بس من قلة الاكل علشان تطمن. انت هتقول لها هتبعت حد من معمل التحاليل ياخد عينة. فعلا انا اتصلت على دكتورة شاطرة جدا في التحاليل جت تشتغل في المعمل وسيد هيجيبها. دخلت روحية بعد شوية بالاكل. الدكتور قال هنضطر نستنى شوية عقبال الدكتورة ما تيجي تاخد تحليل السكر. اما في القاهرة جه اتصال لصديق نجيب عبد الرحمن الابراهيمي رجل الاعمال، وبعد ما خلص المكالمة وقفل التليفون مع نجيب اللي كان بيتصل عليه قعد يفكر وكان شارد. فاق على صوت حفيده جده فينك؟ بقالي ساعة بكلمك وحضرتك سرحان. مالك في ايه؟ جده بابتسامة وحب. حمد لله على السلامة يا ايهم. لا ده في حاجة غلط، مش معقول مفيش وصلت كل يوم؟ اتأخرت ليه وايه لازمته تفضل في شقتك؟ هو البيت كبير وواسع، انت لازم تتجوز وتستقر بما ان حضرتك قلت بنفسك. فعلا في عروسة وانا كمان عزمتها هي واهلها على الغدا وانت جيت على الميعاد بالظبط. انا نفسي اعرف هي الآية اتقلبت العروسة اللي بتتقدم للعريس ولا العكس؟ جدو حضرتك مش بتمل من اللي بيحصل ده؟ دي لو ملكة جمال الكون عمري ما هتجوزها، وخصوصا بالطريقة دي. طول ما حضرتك رافض تتجوز مش هبطل اجيب لك عرايس لحد ما تختار عروسة. نفسي افرح بيك وبولادك قبل ما اموت. ربنا يديك طولة العمر يا جدو، بس انا مش هتجوز الا اللي قلبي يتشدلها تأثرني بحبها روحها الحلوة تجذبني. لكن اللي حضرتك بتعمله ده ما يرضيش حد ابدا. تقريبا كده بنات عيلتنا وعيلة ماما وكل صحابنا حضرتك جبتهم هنا وبرضه ما لقيتش اللي تشدني. طيب المرة دي وبس، اوعدك لو ما ارتحتش ليها مش هعزم حد تاني من قرايبنا، هنشوف براهم. بس النهاردة العروسة جميلة جدا ورقيقة، طنط امال بتشكر فيها قوي. ربنا يستر بقى من مجايب طنط امال دي. ولحد هنا خلصت حلقتنا، بس لسه ما خلصتش حكايتنا. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ده اللي هنعرفه في الحلقات اللي جاية. لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس للكل علشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم في حكاية جديدة قريب ان شاء الله.